السلام عليكم يا سنة تالتة، يا رب تكونوا بخير وعلى خير. درسنا النهاردة إن شاء الله من كتاب قطر الندى في اللغة العربية. هنحل مع بعض صفحة 73 و 73 بعنوان قيم نفسك. مسرح المدرسة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو. لأول مرة يشوفوا القناة وعجبته القناة يا ريت ما ينساش يشترك في القناة ويفعل جرس التنبيهات على الكل لو حابين يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد بنقدمه على القناة. ونبدأ بسم الله. احنا طبعا أخدنا درس مسرح المدرسة، والمفروض نكون عارفين اللي احنا فاهمينه، نفهم الدرس كويس ونكون حافظين المعاني يا سنة تالتة. مهمة جدا، بيبقى عندك ثروة لغوية كده من المعاني والمفردات، المفرد والجمع، كلمة ومضادها، حاجات حلوة لازم. طبعا مفيش امتحان او حاجة، لكن المهم ان احنا نحفظ المعاني، هتفيدنا بعد كده في القراءة المتحررة بقى وقطع القراءة المتحررة وكده. تمام، نبدأ بسم الله. نشاط واحد، القراءة المتحررة. اقرأ ثم أجب. عند نجاحي أهداني والدي كتابا شائقا كتب باللغة العربية الفصحى، يحوي العديد من القصص التراث التي تمثل جزءا لا يتجزأ من ثقافة أمتنا العظيمة. سلكت طريقي بين صفحات الكتاب، وقد تهلل وجهي لما وجدته فيه من حكم جميلة وأقوال عظيمة زادته روعة وجمالا. دي القطعة معانا. تمام، استخرج من الفقرة ظرف مكان. هنشوف كده الفقرة ظرف المكان. احنا طبعا عارفين ظرف المكان. ظرف المكان هنا كان في كلمة بين صفحات هنا بين دي ظرف مكان فعلا. وبين نوعه. أهداني فعل ماضي، وكمان هنا سلكته فعل ماضي، وتهلل فعل ماضي. نقدر ناخد اي كلمة من الكلمات اللي انا حددتها يا سنة تالتة. تمام، هنقول مثلا تهلل ونوع ايه؟ فعل ايه بقى؟ ماضي. تمام، كلمة بها لام قمرية. شرحنا هنعرف ازاي اللام القمرية هتبقى في كلمة العظيمة. العظيمة كلمة فيها مد بالياء. عارفين المد بالياء؟ قبل بيجي كسرة وبعديها ياء. جميلة. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. معنى تهلل وجهي يعني فرحت، علشان كده بقول نحفظ المعاني، هي اللي مهمة جدا في كل درس. تمام، مضاد شائقا. طبعا اللي حافظ المعاني عارف شائقا يعني ممتعا. مضادها بقى ايه؟ مملا. أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. هدية الوالد لابنه كانت كتابا باللغة العربية، باللغة العربية الفصحى، اللغة العربية. قصص التراث تمثل جزءا لا يتجزأ من ثقافة أمتنا. ثقافة أمتنا العظيمة. العظيمة. طبعا الكلام ده من الفقرة يا سنة تالتة. تمام، لماذا تهلل وجه كاتب الفقرة عند قراءة هذا الكتاب؟ وجه كاتب الفقرة عند قراءة هذا الكتاب. لما وجد فيه من حكم جميلة وأقوال عظيمة. نشاط 2، الأساليب والتراكيب. أكمل بما هو مطلوب بين القوسين. مطلوب هنا مكان النقط هنحط ايه؟ الجزار اللحمة. عايز فعل مضارع يبقى ايه؟ يقطع الجزار اللحم. ما أجمل نيل بلادي. علامة ترقيم طبعا ما أداة تعجب، يبقى هنا في الآخر علامة تعجب.
احب عصير الليمون بالنعناع. صوب الخطأ. الخطأ فين؟ الليمون. الليمون. تمام. يا محمد جيدا للامتحان. مطلوب مني فعل امر. اقدر اقول يا محمد انتبه. لا، ذاكر. ذاكر جيدا للامتحان. الطبيب المريض. مطلوب مني فعل ماض. عالج الطبيب المريض. وده كان الدرس النهارده يا سنة تالتة. اتمنى تكونوا استفدتوا النهارده، واشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.